اذا عبالكم تجربوا برجر مثل ما انتم بتحبوا خلوا الموضوع عندي. مطعم سي برجر من مطاعم الهاند ميد برجر المختصة اللي بركز على البرجر فقط بكل انواعه. المطعم عنده فرعين والتجربة بفرع المارينا. ستايل المطعم هادي وبسيط وبكل زاوية مركز على عظمة البرجر اللي عنده، وهذا الشيء اللي حابب اتاكد منه. المنيو عنده كبير باصناف البرجر، لكن معيار مطاعم البرجر هن الاصناف الكلاسيكية مثل التشيز برجر اللي طلبت لها التريبل سبيسيال، وكمان التشيكن برجر بالاضافة لنوع من اختيارهم اللي هو اسلي برجر، واللي على حكيهم مهم جدا وحيصدمني. طبعا مثل كل المطاعم بيكون في صنف فرايد تشيكن وحيد، واللي عاده بتحس انه بيعملوه مشان الاطفال او لجماعه عشاق التشيكن برجر. هذا الفيديو حرفيا للناس اللي بتعشق البرجر، للناس اللي بتحب البرجر، للناس اللي عندها ادمان على البرجر. هلا حنبلش اكيد بالشيء المميز والافضل بالنسبه لي وبالنسبه لكثير ناس، هو هذا التريبل، هذا السبيسيال، هذا السبيشال. في عندنا 3 طبقات لحمه ووزنها كثير كبير، حجمها كثير مناسب قلبها بيكون، بس طبعا لحم عجل، فهذا ما بعرف كيف ناكلها. مثل ما واضح البرجر كميه كبيره وغنيه بالعصاره، وهي خيار قوي للمدمنين على التشيز برجر. شوفوا شو الجماليه، بسم الله. نحكي عن شيء خرافي، نكهه كثير قوية، اللحمه ما عم بحس فيها باي اضافات، شويه فلفل، لحمه، نكهه لحمه كثير قويه. طبعا الاضافات الثانيه والنكهات الثانيه عم تاخذوها من البيكن، من البندوره، من المخلل اللي فيها، لكن هذه خرافيه وشبيع بشكل رهيب. اما الشغله الثانيه اللي انا كنت حابب اجربها بعد هذيك السبيسيال التربل اللي اسلي برجر، اللي بيجي فيها اللحم بالاضافه للتشيدر، بس كمان في عنا هذا، كمان في عنا هذه الفليفله معمول على الجريل، نكهات خرافيه، اشياء غريبه، يعني لازم تتجرب. كمان هذا بتاخذ هيك الفليفله المشوحه على الجريل عم تعمل نكهه غريبه مع الصوص الخاص فيهم، اللي بيحسسك انه لازم تطلب وحده ثانيه من اول لقمه. لمعشوقه قسم كبير من الناس اللي ما بتحب اللحم، تشيكن برجر بصراحه كميه التشيدر اللي عليها مدعومه وقويه، هذه حرام هيك تنقسم، هذه حرام بتاتا. بس شوفوا لي على جماليتها، شوفوا السمون كثير 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 هيك فلافي طري، يعني في اشياء ناطرتنا قويه كثير كثير. انا اللي كنت ناطره وصلني، انا ما كنت ناطر تماما اني اكل دجاج مقلي، ناطر اكل هذا الطاووق مع الصوص اللي فيه، مع النكهه اللي فيه، في عاطيته اضافه يعني انا بصراحه ما كنت متوقعها مع الشيدر. يا جماعه عم تاخذكم لعالم ثاني. قبل ما انتقل للمقرمشات والفرايد، حابب احكي لكم انه هذا فيها صوص اصفر رهيب خرافي خطير، يعني شغله كثير خارقه والله. هذه تاكل شرع. فرايد تشيكن هون بيحمصوها كثير حتى تاخذ القرش اللي بدكم اياها، بيقلوها كثير، بس الاهم شيء جواتها ابيض نظيف، بالاضافه الى اللون الاصفر الموجود فيها، هو التتبيله الخاصه فيهم اللي عم تعطي نكهه كثير قويه للفرايد تشيكن، فهيدي لازم تاخذ مع صوص. هذه بسم الله ولا بسم الله. اما هون اصابع الجبنه، حلقات البصل اللي انا اساسا ما بفضلها، مع القرشه، الناس اللي ناطره تاخذ قرشه من برا، هذا ملعبها بصراحه. طبعا عنوانهم هو مرسين، الدوار ما قبل المارينا، هيك تبرموا سي برجر. ختاما لا تنسوا المتابعه والتفاعل مع الفيديو. بامان الله.